هو شيء عادي، منهم اللي حي بافعاله وصيته، كل بيت فوق اساس وله عمادي، من هذيل اللي لهم مجد وبطوله عسكر البارود في يوم الجهاد، مجدنا موجود من عدا الصحابه والحسود ندر في عيونه رمادي، عزوتي يا عزوتي يا تاج راسي وانت جمعتوا تكيدون الاعادي. العريس هذه الليله له كلمه وكلنا شوق لسماع هذه الكلمه، يلقيها نيابه عنه ابوه ووالده الاستاذ شجاع ابن خضر الحساني الهذلي، فليتفضل. نرجو الاستماع والانصات والهدوء. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا قبل أن أبدأ بهذه الكلمة هناك قصيدة أرسلت على الجوال وصاحبها يعتذر لظروف طارئة، وهي مرسولة من عند الأستاذ رداد بن سالم الثمالي مدير الإشراف التربوي بالإدارة العامة منطقة مكة المكرمة. يقول: يا هاجسي وقف على حفلة شجاع، صاحب لهب القلب من زال رفيع، يا ليت وقتي كان يسمح لي وطاع، المشكلة عيا يطاوعني وطير. يا هاجسي وقف على حفلة شجاع، صاحب لهب القلب من زال رفيع، يا ليت وقتي كان يسمح لي وطاع، المشكلة عيا يطاوعني وطير. شجاع له بالطيب خطوات وساع، من ذا الذي يلحق مداها بكل ريع، شجاع له مدة وله باع وذراع، لجات للفزعة ومن مثله شجيع. أنا أشهد إن المال في الدنيا متاع، والابن هو المال وهبه من السميع، الله يديمك ذخر ويصير اجتماع معكم ونلقاكم على خير جميع، والعذر يقبل عند ربينا اليراع اللي منهم شرى لا ما يبيع. سلامتكم. هذه رسالة عذر أرسلتها بساء وختامها صلوا على أفضل شجيع. السلام عليكم. بيض الله وجهك. تستاهل. أما الكلمة، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي من بعده. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المساء الجميل العاطر بوجودكم، ولن يستغرب من هذا الجمع الحضور، والشكر موصولا لكل من اتصل أو تعنى مشق السفر وأتى إلينا أو أرسل برسالة، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير نيابة أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وإخوتي جميعا. تعجز الكلمات عن وصف ما أشعر به، وتحف الأقلام قبل أن أكتب لكم رسالة شكر، فما أروع أن يشاركك صديق لحظات أمل ويأخذ بيدك ويدعو لك ويحس بما تحس به. ربما تتداخل الحروف والكلمات، وربما يعجز اللسان عن التعبير. أتمنى من الله، ربما تتداخل الحروف والكلمات وربما يعجز اللسان عن التعبير، ولكن القلب دائما يكون الأصدق. أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم ويمدكم بالصحة والعافية. شكرا لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس نابعة من قلوبكم، وأدام الله عزكم وأدام عطاءكم. أي كلام وأي شكر يوفيكم حقكم. أي قلم سيجرأ على كتابة أسماءكم، حروفي خجل أمامكم. فأنتم أخوتي في نصحهم، أصدقائي في دعمهم، أحبائي في حنانهم. أنتم عوني عندما احتجت إليكم، وما زلت ها هنا كي لا أحتاج لغيركم.
أنتم أصدقائي الذين ولن أنساهم أبدا. لكم مني كل الشكر والتقدير والعرفان والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، قوموا للطلب مرحبا. شكرا لأبي وليد على هذه الكلمة الضافية الوافية التي تحمل بين طياتها مشاعر صادقة وعرفان وعجز عن الجميل. والله ندعو أن يحفظ الابن حسن وأن يشفيه وأن يديم عليه الصحة والعافية.